معقولة بعد 4 أيام يحصل معايا الحاجة دي يا جماعة؟ عايزة أقول لكم بعد 4 أيام بفتح عليه، وبعد ما جهزته بالشكل ده بفتح عليه ألاقيه عامل إزاي. شايفين انتوا عامل إزاي؟ بالذمة شايفين؟ طالع معانا النهاردة شوية سردين كده تحفة. بعد 4 أيام فتحنا عليه وطلع بالجمال ده. اتفرجوا بقى معانا، شايفين انتوا شكله عامل ازاي؟ لما قلت لكم معلقة كركم ومعلقة من الفابريكا هتخلي لونه تحفة. شايفين يا جماعة؟ قولوا شايفين يا تيتا. يلا بينا بقى نوضب السردين بتاعنا ده عشان نفطر مع بعض النهارده بقى فطار شم النسيم. ما بناكلش يا جماعه السردين لوحده كده، بنجهز سفره كده، احنا المصريين متعودين بنجهز سفره كده جنب الموالح دي كمان. خلاص كده هروح مقصقصه بقى الراس ومقصقصه كده الزعانف بتاعه السردين، واروح بقى فاتحه البطن زي ما انتوا شايفين وشاده كده السلسله. وخدي بقى احلى سردين يا جماعه. عايزه اقول لكم تحفه. شايفين انتوا اللون الوردي بتاعه؟ عايزه اقول لكم وريحته والله ما حد حس ان احنا كنا بننضف سردين في البيت من ريحته وجماله وطعمه. عايزه اقول لكم بقى حاجات بسيطه كده بتفرق معانا يعني انا حوالي عن كيلو الا ربع من السردين عملناه ب100 جنيه وكده. وتعالوا بقى نجهز مع بعض زي ما بقول لكم كده سفره حلوه مصريه. وتعالوا نجهز بقى الطبق بتاعنا بتاع السردين ده هنقدمه ازاي. شايفين يا حبايبي؟ عايزه بقول لكم تحفه وانا شغاله معاكم كده. هنجيب بقى بعد ما نضفنا الكميه اللي معانا هنجيب بقى طبق ونبدا نرص زي ما انتوا شايفين كده شرايح السردين في طبق بالشكل ده كده. عايزه تعملي له بقى سلطه طحينه وتحطيها فوق الوش حطيها. انا هضيف بس هنا دلوقتي ليمونتين كده على السردين كله عشان ياخد مزازه الليمون كده وناكله مع بعض. خلاص كده يا حبايبي؟ قولوا خلاص يا تيتا. شايفين انتوا جماله؟ شايفين تحفه عامل ازاي؟ يلا بينا نعصر الليمون وتعالوا بقى نجهز سفرتنا بتاعه الفطار. وانتوا بقى فطرتوا النهارده في شم النسيم؟ عايزه اقول لكم فطار كده خفيف بسيط. عملنا بقى شويه بطاطس محمره وطعميه والطحينه، سلطه الطحينه والبصل الاخضر لازم، والعيش المفقع دوت. وعايزه اقول لك الفطير المشلتت. هنا بقى احط شويه طحينه كده صغيره. عايزه اقول لكم كمان وعملنا طبقين فول. قعدنا كده قعده عيله وكده بقى فطرنا النهارده في شم النسيم. انتوا فطرتوا ايه بقى يا حبايبي؟ اكتبوا لي في التعليقات واشوفكم على خير. واقول لكم لو عجبتكم الوصفه ما تنسوش تيتا لايك ومتابعه عشان يوصلكم كل جديد. واشوفكم على خير واقول لكم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.